ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه بقى سلطان الجديده، اغنيه العمر كله لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه بقى سلطان الجديده، اغنيه العمر كله. الاغنيه من كلمات خالد تاج الدين ومن الحان وليد سعد ومن توزيع احمد ابراهيم. شايف انها من الاغاني المختلفه جدا على بقى سلطان، كمان من الاصوات اللي بتليق عليه اي حاجه. لو عمل اي اغنيه يا جماعه بصراحه هتليق عليه، اغنيه دراما او اغنيه رومانسيه، كل انواع بتليق فيه. يعني هو يا جماعه الصوت بجد قوي جدا، وممكن ان هو يعمل انواع كتير جدا من الاغاني وتبقى لايقه فيه. شايف ان بقى سلطان بقى له فتره مركز وعامل شغل حلو قوي مع روتانا، داخله يا جماعه بانتاج قوي جدا، كل فتره بتنزل له اغنيه جديده. يعني يا جماعه الاغنيه هي مش بقوه الاغاني اللي فاتت، الاغنيه بتاعت نادر عليا مثلا، انا شايف ان هي كانت من الاغاني اللي مش قوي بها سلطان. ممكن تكون نجحت فتره بس طبعا ما خدتش حقها بشكل كبير، شايف ان هي اتظلمت شويه. حتى يا جماعه الفيديو كليب، الاغنيه اتسربت الاول بعدين فيديو كليب نزل بيها، الاغنيه كلها يا جماعه بصراحه اتكروتت شويه. بالنسبه لروتانا فيمكن اقوى اغنيه اتعملت انتاج من روتانا مع بها سلطان هي اول اغنيه يا جماعه، اغنيه دلوقتي عجبناكم. هي دي اول اغنيه، وكانت من اقوى الاغاني اللي عملها بقى سلطان من بعد ما خلص عقده مع نصر محروس. شايف ان الاغنيه ككلمات مبدئيا كلماتها حلوه جدا، دراما تقيله جدا جدا بصراحه. يعني يا جماعه اصلا خالد تاج الدين من الشعراء الكبار جدا، وكانوا بيعملوا شغل لعمرو دياب والفنانين كتير. على الحان كانت وليد سعد، فوليد سعد يا جماعه عمل شغل حلو قوي. وانا بصراحه لما سمعت الاغنيه يا جماعه كنت عايز اعمل لكم عليها ريفيو على طول. انا كمان اصلا ما كنتش قادر ان انا اعمل لكم الحلقه بسبب ان انا تقريبا داخل على دور برد زي العسل، فمأثر عليا جامد. لكن عموما يا جماعه بصراحه الاغنيه هي ككلمات كانت كلماتها قويه جدا، كانت كلماتها واضحه قوي. موضوع يا جماعه جامد، اللي هو انت اللي غلطان وانت اللي بعدت، والعمر كله ده كله، والعمر ده كله اكتشفت ان انا فعلا كنت غلطان ان انا كملت معاك. بجد يا جماعه الموضوع كان تقيل جدا. فوليد سعد بصراحه يا جماعه مبدع جدا، عامل يا جماعه اللحن بالتيمه اللحنيه اللي هو عملها مع الكلمات كانت بصراحه متوافقه جدا معاها. شايف ان هو بصراحه من الملحنين التقال جدا. حتى يا جماعه برضو الموزع احمد ابراهيم، فاحمد ابراهيم ده يا جماعه كان مفاجاه كبيره جدا في الاغنيه، ويكون كمان تعاون بينه وبين بهاء سلطان، فدي حاجه يا جماعه بصراحه كبيره جدا وحاجه حلوه قوي. تعاون يا جماعه يا ريت انه يتكرر، تعاون محترم جدا ما بين احمد ابراهيم وبين بهاء سلطان. شايف ان هم يعملوا مع بعض كتير جدا الفتره اللي جايه اغاني. من يا جماعه الموزعين الكبار جدا احمد ابراهيم، دايما مركز ودايما يا جماعه بيعمل توزيعات مختلفه. ممكن مثلا كلمات او لحن جاي فيقعد يا جماعه يوزع عليها الشغل اللي بيتقدم عليه. فبصراحه يا جماعه دي حاجه حلوه جدا. شايف ان هو بصراحه تعاون كان ممتاز ما بين احمد ابراهيم وبهاء سلطان. كمان يا جماعه برضه وليد سعد كان برضه من الملحنين اللي فاجئتني جدا في الاغنيه، كان عامل يا جماعه لحن حلو قوي، وبجد التيمه اللحنيه كانت من الحاجات اللي شدتني جدا في الاغنيه. حتى يا جماعه برضه الكلمات، يعني حتى الكلمات كانت برضه من الحاجات اللي انتوا لما تيجوا تسمعوا الاغنيه الموضوع يا جماعه كان جامد جدا. وهو عاوز بهاء سلطان يا جماعه، الاغنيه يا جماعه دي فعلا مش عايزه غير بهاء سلطان، وان هو يغنيها بصراحه يا جماعه لايقه عليه جدا، ومن الاغاني اللي ممكن تبقى علامات جدا الفتره اللي جايه لبهاء سلطان. في ان في ممكن ناس بتقول انها امتداد لاغنيه انا غلطان، هو انا شايف ماشي انها امتداد للاغنيه اللي عملها السنه اللي فاتت، مش هتبقى بالقوه بتاعتها. انا شايف انها هتبقى ممكن من علامات لبهاء سلطان بس مش زي انا الغلطان. وبرضه يا جماعه لكل اغنيه موضوع، انا ما بحبش ان مثلا حد يقارن اغنيه لحد قديمه، احنا نشوف ايه الجديد ونطلع نتكلم عليه احسن، بدل ما نتكلم على الحاجه القديمه ونقارنها بالحاجه الجديده اللي بتتعمل. والاغنيه يا جماعه بشكل عام انا شايف انها كانت حلوه، وبصراحه شايف انها كانت من الاغاني الكويسه جدا والقويه لبهاء سلطان. هي الاغنيه يا جماعه على مستوى الكلمات والالحان والتوزيع انا شايف ان كانت اقوى حاجه فيها بصراحه، كانت الكلمات والالحان والتوزيع كان معمول بشكل كويس جدا من احمد ابراهيم. هي يا جماعه كل التوليفه بصراحه كانت طالعه بشكل كويس جدا ومحترم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت سعيد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في محتوى قدامه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. قاعد ما تقدروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.